حط ايدك في ايدين اخوك، حط ايديك في ايدين اخوك، وافتكر زمان الطفلية اللي كنت بتقعد عليها انت واخوك والامام الكبير ابوك رحمة الله عليه. ما بتكلمش اخوك ليه؟ عشان الميراث. ملعون ابو الميراث اللي زعل اتنين اخوات من بعض. ما بتكلمش اخوك ليه؟ عشان مراتي انا طلق مراتي مرة واثنين واتجوز بدل الواحدة 10 الا اخي ابن امي وابي. صليتم على سيدنا رسول الله. حبيبي عندنا في مدينة زقازيق شرقية فلاح بيقولوا له امك ماتت، قال عزي ما اجري اصبر على فراق امي وربنا يديني حسنات. قالوا له مراتك ماتت، قال جدد فراشي. مراتي ماتت ويعني انا هتجوز، هطلع على دمياط واجيب 3 4 اوض واتجوز. قال له طب اسمع المر اللي جاي ده. قال له في ايه؟ قال له اخوك مات. قال له بتقول ايه؟ قال له اخوك مات. قال كسر ظهري، قال كسر ظهري، قال كسر ظهري، قال كسر ظهري. اللي سمعني اطلع من هنا من قرية السلامية لمدينة أجادجالية وقول له سامحني يا اخويا يا ابن امي وابويا، انا خلاص انا هموت. زخارف الدنيا اساس الالم وطالب الدنيا نديم الندم. اسمع مني لما اقول لك يا عم الحاج القيامة قريبة جدا، انت هتضحك عليا لكن والله بنظرك انت بعيدة جدا، بس بمقاييس رب البشر قريبة جدا. دليلك يا عم الشيخ ربنا بيقول في سورة المعارج آية 6. اسمع انت شايف القيامة ايه؟ انهم يرونه بعيدا. فتوحد الله وعند ربنا ونراه قريبا.